يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم قناتي. اليوم رح نعمل برجر بخبزة التورتيا مع صوص خاص هلا بنتعلمه مع بعض سوا. شوفوا لي هالمنظر ما احلاه، وعن جد الطعم كتير طيبة. تفضلوا معنا لنشوف شو بدنا نعمل. شوفوا لي هالمقادير هلا بقلكن شو هي. عنا هون نص كيلو لحمة هبرة، ملح وفلفل طبعا، خبزة تورتيا، كاتشب، خردل، مايونيز مخلل أنا مقطعته ناعم ناعم، وكمان جبنة سلايد وشوية فلفل غير هدنك. وهلأ رح نخلط اللحمة، رح نحط الملح والفلفل اللي مع بعض ونعجنهم مع بعض لنخلط اللحمة. وشوفوا كيف بهالطريقة هاي لازم الملح والفلفل يتشربها. هلأ رح نعمل الصوص. رح نحط أول شي معلقتين من المايونيز الجاهز، ورح نحط فوق الكاتشب. كاتشب بيحتاج تقريبا 3 معالق، معلقتين مايونيز، 3 معالق كاتشب، وهون عنا تقريبا معلقة خردل. حاول ناخد الكمية كلها، ورشة الفلفل اللي قلتلكن عليها، وشوي من المي مشان ما يطلع الصوص شوي مرق، ما يطلع جامد. نحركهم مع بعض وبنحط فوقهم بعد ما تحركوا المخلل المقطع. طبعا بتكون كميته منيحة مشان يكفي كل الخبزات اللي احنا مجهزينها. وهلأ بنحركهم هيك مع بعض. عن جد يعني منظره وريحته وحتى الطعم كتير طيب إذا بتجربوه. هلأ بنجيب خبزة التورتيا وبنمد عليها كمية من اللحمة. طبعا اللحمة بنحاول ناخدها هبرة، لو سمكناها شوي هي رح تكش يعني معنا، بس بنحاول نمدها بطريقة إنه نعبي كل شي فراغات. شايفين بهالطريقة هاي. وهلأ تفضلوا معنا لنشوف كيف بدنا نشويها. أنا لازم فرجيكم إنه لما حطيت أول شي بنحط اللحمة على المقلاية، بعدين بنقلبها، بس للأسف إنه التصوير ما زبط معي. هلأ بعد ما استوت اللحمة بنحط قطعة من الجبنة، بنتركها شوي لحتى تسيخ هيك. هلأ بنحط الصوص اللي جهزناه مع بعض سوا. طبعا انتو كمية الصوص حسب ما انتو بتحبوها. وبنمسك هيك الخبزة هيك وبنطويها وبنبلش ناكل فيها، وصحتين وهنا. ولا تنسوني من دعمكن، لأنه دعمكن كتير بيهمني.